السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ خديجة عواد. كيف ما طلبتوا مني غادي نحضر معكم العسل اللي غادي تحتاجوا لجميع المعسلات ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طريقة ان شاء الله غادي تنجح معكم مليون بالمئة، واخا تكونوا اول مرة غادي تصاوبوه بطريقتي الخاصة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا معايا عندي هنا 2 قوالب ديال السكر، يعني كل واحد كيوزن 2 كيلو. انا كنفضل نديرو بقلبة السكر. اللي بغى يدير سكر سنيدة او لا طوبات ديال السكر، ممكن 4 ديال الباكيات ديال طوبة ديال السكر، او لا 4 كيلو ديال سنيدة. كما كتعرفوا قلب السكر فيه 2 كيلو ديال السكر. عندي هنايا عود القرفة و4 الحبات ديال البديانة. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الحامض او الليمون الحامض، غرست فيه القرنفل. بهذه الطريقه هذه صراحه كيجي المذاق ديالو غزال بزاف. انا كنصحكم انكم ديروا هذه المنسمات كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للماء، في كل قالب ديال السكر او 2 كيلو ديال السكر غنضيف ايترو ونصف ديال الماء. انا كنصحكم انكم تجربوا هذه الطريقه، لانه خصوصا بالنسبه للمبتدئات. يعني كل قالب ديال السكر اولا كل 2 كيلو ديال السكر غادي نديرو لتر ونصف ديال الماء. انا غنضيف هذا اللتر الاول. الا كنتو زربانين ما يقدر ديروا الماء طايب او الماء غليان. او لا كاينه طريقه اخرى، غادي نرقد السكر ديالي في الماء ونبيتو حتى الغد ليه ونحركو كيرجع بحال شكل سيرو، ومن بعد غادي نديرو فوق النار يطيب. انا دابا غادي يعني نضيف اللتر الثاني كما كتشوفوا معايا. من بعد ما ضفت 2 لتر ديال الماء، غنضيف اللتر الاخير، يعني 3 لتر ديال الماء في 4 كيلو ديال السكر. في كل 2 كيلو ديال السكر غنضيف لتر ونصف الماء. على حساب انا درت 2 قوالب ديال السكر، تقدروا ديروا غير قالب بيترونس ديال الماء وحامضه. كما كتشوفوا معايا انا درت 2 حامضات تما في الاول. صافي من بعد ما درت الماء كامل 3 لتر ديال الماء، غادي نحركو حتى كيذوب عندي هنايا السكر بالحق فوق النار. غادي نشعل عليه النار مهيله حتى كيذوب هذا السكر مع التحرك تماما باش ما يلصقلناش من التحت. من بعد غنديرو ان شاء الله يطيب. يعني طيبته في الطنجره بلا ما سديتها بلا حتى حاجه. البوطه تكون متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، تكون متوسطه. يعني حتى تشوف الحامض ديالك يعني ولا باللون ديال العسل كيما شفتوا معايا كيولي ذهبي. صافي يعني راه يعني راه داك هو القوام ديالو، يعني راه العسل راه طاب كيما كتشوفوا معايا.
غادي ناخد واحد الصحن من بعد ما درتو في الثلاجة حتى برد مزيان، غادي نجرب فيه العسل ديالي واش طاب ولا ما طابش. اين فوا كندير معلقه ديال العسل وكندوز معلقه من الوسط، يعني داك العسل كيبقى بلاصتو، يعني داك البلاصه اللي حيدت منه العسل ما كيرجعش ليه. كما شفتوا معايا انا كندوز المعلقه من الوسط اولا اولا صبعي وما كيرجعش العسل لبلاصتو، يعني كيبقى بلاصه ديك البلاصه بيضاء والعسل كيبقى جامد بلاصتو. يعني هذه هي الطريقه ديال العسل كما شفتوا معايا، وكيلصق معاك في اليد بهذه الطريقه هذه، يعني ان العسل راه طايب مزيان وناجح معاك 200%. هذا هو العسل من بعد ما طاب كما كتشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله انكم تعجبكم طريقتي اللي هي طريقه سهله بزاف. الى وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.